بالحكام 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 تارارارا بالحكام نننننن بالحكام تارارارا. ايه ده، احنا بنسجل؟ تحياتي، معاكم مؤمن شلبي وحلقة جديدة من برنامجنا وبرنامجكم خواطر زملكاوي. الحقيقة ان حلقة النهاردة كنت ناوي فيها اتكلم عن صفحات الفيسبوك اللي المسؤولين فيها مجموعة من الولاد الصغيرين، واللي للأسف بتفبرك أخبار وتصريحات، وقد إيه الصفحات دي بتؤدي إلى زيادة التعصب. وكنت ناوي إني أحذر إن ترك الصفحات بالطريقة دي هيؤدي إلى كارثة جديدة زي كارثة بورسعيد، مع اختلاف أسماء الأندية والأماكن. لكن أحداث الأسبوع اللي فات غيرت تماما فكرتي، ولقيت إن التعصب ليه أسباب أهم وأخطر وأكثر تأثيرا. إعلام، حكام، مسؤولين عن اللعبة في مصر، كلهم في جانب ضد الجانب الآخر. التعصب ووصول الجمهور لدرجة الكراهية للنادي الآخر بيتولد لما واحد من الجمهور يشوف إن النادي التاني بيتفصل له حكام، وإن اللوائح اللي بتطبق على ناديه ما بتطبقش على النادي التاني، ويمكن ما بتطبقش على حد خالص غيره. التعصب بيتولد لما جمهور يشوف مجلس اتحاد كورة بالتعيين بيزود قائمة الأندية ل 30 لاعب لمصلحة نادي بعينه. التعصب بيتولد لما مسؤول تسويق في نادي يتعين في مجلس إدارة اتحاد الكورة اللي هو أصلا بالتعيين، ويطلع على عقد لاعب ويخطفه بالشرط الجزائي. الفلوس بتتحط في خزينة الاتحاد وبعديها بنص ساعة اللاعب بيتأيد. التعصب بيتولد لما المرحوم سمير عثمان يطلع في مداخلة تليفونية يتفاخر وهو بيضحك على آخره إنه حسب لنادي 16 دقيقة وقت بدل ضايع عشان يتعادل مع الاتحاد السكندري، ولما لعيبة الاتحاد السكندري راحت تقول له مش هنخلص قال لهم خلصت روحكم. التعصب بيتولد لما محمود سمير عثمان يلغي هدفين لإنبي بداعي التسلل وهم ما فيهمش تسلل. التعصب بيتولد وجمهور شايف فريق تاني بيحصل على ضربات جزاء من بره المنطقة وفاولات غلط، والقديس الغطاس يفرد ايديه جناحات ويفرح. التعصب بيتولد لما محمد كمال ريشة يبقى بينه وبين الكورة أقل من 10 ياردات، ومع ذلك ما يشوفش القديس وهو بيزق لاعب طلائع الجيش وبيجيب جون، والقديس نفسه يعترف بعدها ان الحكم ما صدق ان فريقه جاب الجون التاني وصفر عشان يخلص الماتش ويوصل لماتش فاينل على الدوري من هدف حسن شحاتة 82 واللي كان يهدي الزمالك الدوري. حتى ضربات جزاء لم تحتسب هذا الموسم لصالح المصري والإنتاج الحربي كانت ممكن تغير كتير في ترتيب الموسم. ده اللي بيصنع التعصب. هتقولي نفس الحكام كانوا السنة اللي فاتت والزمالك فاز بالدوري والكاس. اقول لك يا ابني اللي فيه كيف ما يبطلوش. ابقى اتفرج على ماتش انبي وجولين اتلغوا بفعل فاعل. يا ترى عرفتوا التعصب بيجي منين؟ التعصب يا سادة بيتولد لما العدل يغيب. تحياتي. إلى أصدقائي الأهلاوية، أنا زملكاوي مصدق ومؤمن بأن الزمالك هو نادي الصفوة، وأن جمهوره معظمه بيفهم كورة إن لم يكن كله. بيعشق الزمالك مش عشان بيكسب، إنما بيعشق الزمالك عشان يكسب. أنا مصدق إننا نادي الوطنية، واللي لما اخواتنا في الإسماعيلية تهجروا من بلدهم فتح ابوابه واحضانه واداهم ابن من ابنائه الخلوق المرحوم طه بصري عشان يكملوا في بطولة افريقيا اللي فازوا بيها. انا مصدق ان ليا رموز عظيمة زي برجيلة وزمورة وحمادة امام وحازم وعبد الحليم وغيرهم ياما. انا مصدق انك نادي الدولة، وان جزء كبير قوي من المسؤولين عن اللعبة والمسؤولين في البلد بيساعدوك. انا مصدق ان مبادئ ناديك فالصو
من ايام ابوك الروحي لما ضرب زميله في الملعب بالقلم عشان جون ضايع، ومن ايام محمد شوقي ما هرب وراح اختبر في انجلترا في نص الموسم، ولما فشل الاختبار رجع ولعب عادي عشان الماتش اللي بعديه كان ماتش الزمالك. ومن ايام ما حسام غالي احترف وصرح انه صعب يرجع الاهلي تاني عشان هو طلع فوق ومش منطقي ينزل، ومع ذلك بيلعب في الاهلي. اما انت بقى يا ابني فمصدق بكلام زي نادي المبادئ والقيم والاخلاق والاب الروحي، وبتدافع عن اي حاجه لابس احمر حتى لو غلط. انا مش هقتنع بكلامك وانت مش هتقتنع بكلامي، يبقى الحل خلينا عايشين مع بعض كده احسن. خلينا اصحاب وخليك انت في العسل ودمتم. باهر المحمدي اسم سمعناه ما شفناهوش ولا شفنا منه حاجة ولا مشاركات ولا حتى تسخين. أبدأ ميدو إعجابه الشديد بيه، الزمالك أخده من الإسماعيلي إعارة لنهاية الموسم، وبعد ميدو محمد صلاح أبدأ إعجابه الشديد باللاعب، بس ضغط الماتشات ورا بعض ورا عدم إشراك اللاعب. بعديها مكليش وبيقول نفس الكلام. دلوقتي الكابتن محمد حلمي بيطالب بشراء اللاعب نهائيا. يا رب يا رب ما يطلعش مقلب. صفقة صلاح ريكو خلصت والحمد لله. الكلام دلوقتي حوالين انهاء اعارات لعيبة زي ابراهيم صلاح وياسر ابراهيم ويوسف اوباما وخالد قمر وبازوكا. في الحقيقة انا ركزت جامد مع اللاعب ميدو جابر، لاعب مصر المقص. لاعب هايل، عنده رؤية كويسة في الملعب وروح القيادة موجودة، قادر يربط الثلاث خطوط ببعض، وان شاء الله لو تم هيفيد الفرقة جدا. نص الملعب لازم يتصلح، احنا باستثناء اخر ماتشين عندنا كمية ميس باست مرعبة كفيلة تماما ان اي فرقة تركب علينا الماتش ولو كانت حتى معنويا. ان شاء الله اللي جاي خير. الصورة بتاعت احمد الشناوي على السوشيال ميديا لما اتسأل قال ان الموضوع بينه وبين ناس صحابه ومالوش اي علاقة بالكورة. حد عرف دلوقتي رئيس النادي كان مانع التعامل مع السوشيال ميديا ليه؟ صورة بتيشيرت احمر عليها كلمة بيج سوربرايز، مفاجأة كبيرة. طبعا دماغنا كلنا راحت في حتة معينة. على العموم الشناوي في عقده شرط جزائي 18 مليون جنيه، بجانب انه زود شرط موافقة الزمالك على اي انتقال، بجانب انه هو لسه عنده 3 سنين في العقد. مش عايزين نخاف، انا لا اتخيل ولا اظن ان الزمالك هيتغفل في لاعب في صفوفه حاليا. شكرا محمد حلمي. الحالة اللي وصل ليها لعيبة الزمالك في ماتش انبي والتركيز والضغط والتمركز الهايل، والحالة اللي عليها كوفي وعلي جبر ومحمد عادل جمعة وحازم، ان كان حد يدين بالفضل فيهم فهو ليك. كل ده يقول ان في مدرب محترم شغال موجود على الدكة، وكمان شغل مدرب الاحمال الجديد ظاهر بشكل كبير. قولوا الحمد لله. فترة التوقف لازم نستغلها في ترتيب الأوراق، إنهاء صفقات. إحنا داخلين على مدعكة أفريقية، عايزين نحتفظ بكاس مصر ونكمل في أفريقيا قدر المستطاع، وإن شاء الله إن شاء الله هنفوز بالبطولة. ربنا معاكم. بالنسبة للمشكلة اللي حصلت ما بين الكابتن أحمد الطيب وأحمد شوبير، هو بس سؤال بسيط: هو أحمد الطيب كذب في حاجة؟ هو أحمد الطيب قال حاجة ما حصلتش؟ طيب هو هاني شاكر مش بيشجع الزمالك؟ عمرو دياب مش بيشجع الزمالك؟ منير مش بيشجع الزمالك؟ عزيز الشافعي مش بيشجع الزمالك؟ مش الناس دي كلها بتشجع الزمالك؟ طب بلاش سعد الصغير وعبد الباسط وشعبان وإيهاب توفيق، وكذلك سما المصري ولوسي وبوسي وفيفي عبده، مش الناس دي كمان بتشجع الاهلي؟ يعني الراجل ما كدبش، الراجل ما قالش حاجه غلط. احنا ليه عاملين ازمه؟ اقول لك ليه الازمه: عشان في ناس حاسه من جواها بالنقص او المصحف بالنقص، ناس مريضه على راي احمد الطيب. على العموم استعراركم او ان انتوا حاسين انهم عار ان الناس دي بتشجعكم
هو تقليل منكم لجمهوركم. احنا براءة من الكلام ده. وصلنا لنهاية حلقتنا، اتمنى يا رب نكون عجبتكم، واتمنى انكم تكونوا معانا في الحلقات الجاية. سلام، واشوفكم باذن الله الحلقة الجاية. الفن وغاوي بشجع الزمالك وشوف مين زي زملكاوي. بشجع الزمالك وعاشق الفن وغاوي. بشجع الزمالك وشوف مين